قاسية وما فيش فيها مكان، يمكن حبيتي ورحتي وجيتي واتنسيتي مع الأيام، وأنا لو على قلبي فحن عشانك فجأة ومال، وأنا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل، هنعرف فيه حقيقي مش فاهمين حاجة خالص، وبيقولوا لها ده لبس الشغل ولا ايه، يا ترى ايه الحكاية. كمان هتشوفوا معانا مفاجأة وكواليس مسلسل الكنز، وليه الفكرة اتعملت في الشقة دي مخصوص، وهل هي مهجورة فعلا ولا لا، هتتفاجئوا. وكواليس لأول مرة هتعرفوها عن مسلسل الكابوس، وهل ندى جلجل حامل فعلا ولا بتحلم. واخيرا اجدد تيك توك للعيله هيعجبكم جدا. فيديو اليوم حلو قوي وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. لما نبدا ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهايه لو بتحبوا عيله الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدا بكواليس مسلسل الكنز. والحقيقه يا جماعه المسلسل ده فكره الحاج صالح الجمل، وقلنا في مره ان الشقه دي مش مهجوره ولا حاجه، هي فعلا بتتجدد للحاج صالح، وفعلا يا جماعه بيكسروا البلاط. تعالوا الأول كواليس معانا، والمشهد حقيقي مش تمثيل. لما الجن كان عاوز برنسو يساعده ويشيله الشوال، وقال له ظهري وجعني. طبعا دكتور، يلا دكتور. ظهري وجعني يا جن. يا عم انا ظهري وجعني. ظهري وجعني يا ندى. استحمل يا محمد لما هتشوف الكنز هتنسى التعب. على فكرة يا جماعة برنسو فعلا ما كانش عاوز يشيله الشوال عشان عنده مشكلة كبيرة في ظهره، واتكلمنا عنها من فترة كبيرة. ربنا يشفيك ويعفو عنك يا أحلى برنس. تعالوا بقى دلوقتي لملاحظة مهمة جدا في الكواليس، وايه هزار احمد مع جلجل عشان يغير جو المسلسل ويخليه دمه خفيف. ومشهد احمد كل شويه يحاول يبوظ دماغ جلجل. اختي دي يا جن. ما اخت انا كمان يا دكتور. هو كنت زعلانه مني. يا نهار انا عليك. تعالى بقى. مين بيضحك على المشهد ده؟ كل ما يحصل قولوا لنا في الكومنتات. ودلوقتي تعالوا نروح لندى جلجل وحقيقه الحمل. والحقيقه جلجل اليوم ظهرت في فيلم وكانت حامل بجد. حامل في الشهر الاول. ايوه بجد يا دكتور؟ ايوه انا حامل. فانز كتير فاكرين ان ندى جلجل حامل فعلا، الحقيقه لا يا جماعه، جلجل حامل بس في المسلسل ده. كل الفانز خايفين ان ندى جلجل تكون بتحلم، وكل الفرحه دي مش حقيقيه. مين اخد باله في اخر الحلقه من نظره الغل اللي في آية احلى، وشكلها مش عاوزاها تخلف زيها. ودلوقتي تعالوا نروح لآية احلى، وليه بقالها يومين ما ظهرتش في الفلوجات، وهل ليه علاقه بخلع الحجاب وهجوم الفانز عليها، هتعرفوا. والحقيقه آية احلى ظهرت امبارح في كليب مرحب رمضان للعيله. في البداية استغرب الفانز ليه عيلة برنس مصر وندى واحمد مش موجودين في الكليب، والحقيقة يا جماعة البرنس بس هو اللي كان موجود في الكواليس. ونجيب فوانيس. جايب تاني ولا لأ؟ اكيد هي زعلت من كلام الفانز عشان كده مش عاوزة تظهر في القناة. بنتمنى من كل الفانز يبطل هجوم على آية احلى، وخلاص يا جماعة دي حرية شخصية، وسواء آية قلعته او لبسته فاحنا متفقين اننا بنحبها جدا. وبجد الكليب كان حلو جدا وحسسنا اننا في رمضان مع عيلة الجمل، واحلى ما فيه هي لمة العيلة كلها. يا رب دايما متجمعين في الخير. يا جماعة كتير من الفانز فرحوا جدا لما لقوا آية لابسة الطرحة في كليب المرحب رمضان، ولسه فاضل ايام قليلة جدا على شهر رمضان المبارك، وهتشوفوا آية بالحجاب ان شاء الله. ربنا يهدي الجميع ويبلغنا رمضان. انا اسف لو مامي. دلوقتي تعالوا نروح لملاحظة مهمة جدا عن التحديات في رمضان. والحقيقة احنا وفانز كتير بنطلب من ندى واحمد يعملوا لنا تحديات في شهر رمضان المبارك. عاوزين كل الفانز ينزلوا دلوقتي في الكومنتات ويقولوا لمستر احمد يعمل لنا تحديات في رمضان. ودلوقتي تعالوا نروح لمسلسل الاسطورة، والمسلسل ازاي يتغير اسمه. انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي يا سلمى. انت عارفه طبعا ان انت اخت حبيبتي يعني وغاليه عندي يا ندى. وبقى مسلسل الكابوس، واللي فيها محمود الجمل بيشرب مخدرات وكمان بيضرب مراته ندى جلجل وقصلها شعرها. في البداية يا جماعة فكرة المسلسل ده اتغيرت من الشقة الفاضية للكابوس عشان ما يبقاش فيه زي مسلسل الكنز لندى واحمد، واحتمال كبير يطلع كل ده كابوس فعلا ومش حقيقي، والنهاية تكون سعيدة. تعالوا بقى لأهم الكواليس في المسلسل.
مين لاحظ باروكة ندى جلجل لما محمود قصلها شعرها كانت بنفسجي وبعدها على طول بقت اسود؟ الفكرة انهم ما خدوش بالهم وهم بيصوروا من باروكة جلجل وكانت ظاهرة في التصوير ورا ندى. طلعت واخد شعرك يا ماما وقال لي كمان يا ماما ان هو راجع يا ماما، هو هيجي يفرمك يا ماما، هو قال لي كده وانا خايفه عليك يا ماما. خلوني نعيش حياتي ناخد انا راحتي ليه فات مات ولو ذكرياتي. خلوني نعيش حياتي ناخد وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو قولولنا جلجل كانت لابسه باروكه لونها ايه في فيلم الكابوس؟ الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقه. هنا وصلنا للنهايه، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامه.